لأول مرة منذ 25 عاما يستخدم الغاز الطبيعي للطبخ في أسواق مقديشو. 4 شركات خاصة تتنافس على توفير الغاز واسطواناته بأحجامه المختلفة. ورغم أن تكلفة استخدام الغاز أغلى مقارنة بالفحم الطبيعي، حيث تباع الاسطوانة الواحدة ما بين 25 إلى 40 دولارا، فإن مستورديه يبدون ارتياحا كبيرا لإقبال المواطنين على استخدامه. غاز الطبخ في الصومال لا سيما في جنوب البلاد كان غائبا تماما، وهو مجال خصب للاستثمار أيضا. الأخطار البيئية بسبب قطع الأشجار واستخدامها في الطبخ كانت مقلقة، ففكرنا في استحداث البديل وتوفيره. الآن نلاحظ إقبالا كبيرا من المواطنين على استعمال الغاز في الطبخ. خلقت عودة استخدام الغاز الطبيعي أملا كبيرا لأصحاب المطاعم في مقديشو والأسر التي بدأت تستغني عن الفحم الطبيعي تدريجا، لما يتسم به استخدام الغاز الطبيعي من سرعة في الطهي ونظافة للبيئة. فرق كبير بين استخدام الفحم والغاز، فالغاز يوفر لنا الوقت، فبينما كنا ننتظر نصف ساعة أو ساعة لإشعال الفحم مثلا، نستعمل الغاز على الفور ودون انتظار. ثم إن مخلفات الفحم كثيرة وتضر بنظافة المكان. وبحسب خبراء البيئة فإن استعمال الغاز للطبخ قد ينقذ ملايين الأشجار في الصومال، ويحول دون انتشار ظاهرة التصحر التي تقف وراء الجفاف المتكرر في البلاد. استعمال الميثان أو الغاز في الطبخ وانتشار استخدامه بين المواطنين هو حل مناسب لوقف موت الطبيعة البطيء، لكنه حل داخلي، لأننا نعلم أن الفحم النباتي يصدر إلى الخارج أيضا. نحتاج لإيجاد حل أوسع وأشمل. لكن يبدو أن الفحم النباتي المستخدم بكثرة في الصومال لن يغادر الساحة بسهولة، وذلك لانخفاض أسعاره التي تتناسب مع الدخل المحدود للصوماليين. يحتاج الانتقال من استعمال الفحم النباتي إلى الغاز الطبيعي في المطبخ الصومالي إلى تهيئة الظروف الاقتصادية مع وضع إجراءات السلامة في عين الاعتبار. شامع نور، الجزيرة، مقديشو.